الواحد هيقول مش هيجيب مش هناكل يا خراشياني، ما احنا بنشتري. ما احنا بنشتري. ما انت قادر تشتري الفرخه بقد كده، بس هي المشكله هي محصله وقت، هي الواحد يعمل له جنازه حلوه. جنازه هي دي الجنازه الحرقه. الحرقه هي بقى الجنازه الحرقه. ايه رايك؟ تعالي يا غالي. اي والله واحد يزعل قوي يا ام ريان. والله يا جماعه والله ورينا يوم الحركه اللعيبه بتاعتك دي. بقول لك ايدك مستطيله ما تشوف. ايدك مستطيله مستقيمه. انت حاطط فلوس يا سلمان اهو. استنى يا عم ثانيه الا ثانيه يكون مقلوب. ثانيه ما هو مش حصل. لا مين اللي قال لك الحركه اللعيبه بتاعتك دي؟ الحركه مش نافعه. بقى ده قرعتك كل مره. والدي قرعتك كل مره. والله يا بنت ما انا عارف. اروح منه فين؟ اروح منك فين يا سلمى؟ استخبى بحب الغدا اهو. ده لابس قميص فوبيا اهو. فاتح الكاميرا ولا ايه؟ اه صباح العسل صباح الرضا صباح الهنا يا حبايبي. صباح العربيات. احنا رايحين فين الوقت؟ رايحين فين يا ام ريان؟ صباحكم سعاده وهنا وسر ديت قفشه كده. صباح الخير. لا والله انا قايلها وانا جايه هناك اهو. صباح الهنا صباح الرضا صباح السعاده. صباحكم جميل ما شاء الله. خضره بصوا بقى. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو بتاع النهارده يا حبايب قلبي. اللايك والاشتراك بقى في القناه عشان القناه ديت يا حبايبي كده ايه عشان خاطر سلمان. ايه سلوم الناس انت لسه صحي؟ شوفك لا بتعمل ازاي؟ لا انت مزاجك فين؟ على حد رجل عليك. يا ربنا يا رب يرزق الناس كلها يا رب الناس كلها يا رب ويرزق الناس من وسع يا حبايبي اللهم امين كده بالخير ورضا يا حبايبي. احنا رايحين دلوقتي المعمل جنبنا اهوت. قلنا اما نروح نشوف الفراخ عامله ايه واخبارها ايه يا ولاد، فاحنا هنشوف مع بعض ونتفاجئ مع بعض. وان وقعت سرقت بقى بور عليا الفتح. فكل حاجه غاليه ما فيش حاجه رخيصه يعني الايام دي. ربنا بس ايه يدينا الصحه ويعيننا ويقوينا يا رب. احنا وانتم مستمعين اجمعين يا رب اللهم امين. تعالوا بقى ما نشوف النهارده الفراخ عامله ازاي. وانا بقول حتى يا رب نروح ما نرجعش يعني نروح نجيب. هما المشكله بقى كمان ان هو بقول لك هي يعني مش موجوده يعني. صباح المدارس العربيات كلها محمله على ما شاء الله طلابهم. ربنا يا رب يفاديهم وينجح الكل ويا رب ينجي اخواتنا في فلسطين اللهم امين وينصرهم نصرا عزيزا باذن الله. ربنا ينصركم يا رب كده يا حبايب قلبي. ما فيش بايدنا حاجه نعمل لهم الا الدعاء. ندعي لهم كده ان ربنا تعالى. العربيات واقفه تحمل اهيت مش عارفين الاسعار عامله ايه النهارده. اللهم بارك كده ربنا يا رب يرزق الجميع. بس والله العظيم يا حبايب قلبي لو جيت تدوري على الشراء من الدكان الناس بتستسهل. على فكره هي مربى بعضها اسمها في التكلفه الغاليه دي بس هو الفرق حاجه واحده بس ان انت اللي مربيها بايديكي وعارفه انت بتاكلها ايه. طبعا المعمل اهو بتاع الحاج دياستي ربنا يا رب يرزق الجميع. ما نخش نشوف بقى يدونا فرزه اولى والله لو ما فرزه اولى وانا جايه. توكلنا على الله. يا عم اسعار الفراخ ايه النهارده؟ يا عم بتاع الكتاكيت اسعار ايه النهارده؟ يا راجل انا له ايدك كده اللي ماسكاها عاملاها كده اهو هتقلب ازاي؟ امال امسكه ازاي؟ اهو لازم يبقى على ايد عدله. على ايد عدله كده؟ طب تعالى يا راجل استنى بس اهدى كده وانا نهدى. اقعد كده اهو. لا رجلها حلوه. طب هيدينا فراخ حلوه زي كده ولا انت خد تعالى هنا. ربنا يحنن عليك ويرزقك. بس لا يعني الاسعار غاليه مش هينزل. هو اصلا حد لاقي كده جدا اللي جاب اللي 1000 المقسوم منها 1000. لا والله مش هيدونا. لا هنا ممكن يدونا عادي. لا ممكن. لا ده احنا نفضح بعض ده احنا جيران. اما شوف بقى يا حلوه يا عسل هيدوكوا كتكوت رجله تخينه زي دي كده ولا معسل؟ كان بقول لك ليه 2000 ونص ادوا 1000 كان 2000 ونص ادوا 1000 ونص. هو ولا هيدوكوا فرخه حلوه ولا فرخه معسل؟ بقول لك هنفضح بعض دلوقتي وندرس بعض اهو. روحي يلا. ندرس بعض على العلن. عايزين ياخدوا الولا ما هو يا بطل تعالى يا بطل الناس هياخدوك تعالى اقعد جنب تاني.
حسيتك بتدي. عمر فوقها يا عمر. انت قاعده نشحنك في عربيه من دوم يوم. والله يا ريت ما انا هتفسح في الجمهوريه كده. انا موزعه الناس كلها. ربنا يرزق الجميع. انت مالك شغلك انت بتعمل ايه؟ ماله؟ شفت ده اهو. ده لا ده ماله برضه؟ لا ده خير. هذا واحد. ما عايزين يناموا. ما تغير لنا نمط يا استاذ. شوف الحل اللي 30 وعملت فوق، امال لو بتحملي 10000 تعملي فيها. طيب يا ابني ما احنا بنربوه في البيت يا ابني. ايدك مين ده اللي هتمسك في ايدك ده هتمسكه ب 30 جنيه. ده هنمسك ايه يا سلمى؟ بس هو النهارده الفتح حلو اهو ما شاء الله. والله ورينا يوم الحركه اللعيبه بتاعتك دي. بقول لك ايدك مستطيله ما تشوف. ايدك مستطيله مستقيمه. انت حاطط فلوس يا سلمى. ما هو استنى يا عم ثانيه الا ثانيه يكون مقلوب. ثانيه ما هو مش حاسه. لا مش مين اللي قال لك الحركه اللعيبه بتاعتك دي؟ ده حركه مش نافعه. ريحني. يلا بقى انت هتفضلوا محتضنهم كده كتير. بصي هنا يا لو كتكوت جرى له حاجه الواحد يعمل له جنازه حلوه قوي. جنازه هي دي الجنازه الحرقه. الحرقه اهي بقى الجنازه اللي بتحرق. ايه رايك؟ تعالي يا غالي. اي والله واحد يزعل قوي يا ام ريان. والله يا جماعه الواحد هيقول مش هيجيب مش هناكل يا خراشياني. ما احنا بنشتري. ما احنا بنشتري. ما انت قدرت تشتري الفرخه بقد كده بس هي المشكله هي محصله بعضها برضه. هو العلف غالي والكتكوت غالي. والراجل ده للسواق. والراجل ده للسواق. جرمزه الرين جرمزه مع ايوه. راح امبارح جاب ان شاء الله. خلي بالك هي اصلا والله يا حبيبتي. لا تعالى. بتطلع على بطلوع العين. انا شفت العيال الصغير. تعالى لا حرام تعالى. العيال الصغير والله العظيم. يوسف والله يا ام يوسف راحت مننا زرع الذره في حالها على بعضها. هي زرعته غلط. ما بقول لك زرع هي تروح زرع الذره راحت مننا على بعضها. شوف ملوي تاكل الدوده مبهدلاه. الدوده عامله ايه ما يقعد. فكنا نقول له ازرع جزر مع اي ناس. قال لا ماليش فايده. فاكرك يا سلمان. كان السنة اللي فاتت كانوا بيفرقوا الفراخ ايه اللي ياخد بالصندوق وبالاثنين وبالثلاثة. كان قبل الفرن. ده السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها؟ وما بدلهم هو لازم التحصين ده؟ لازم؟ انا ما جبت. لازم التحصين دي يا اما؟ ما هتجيب لك هات المزارع بتتفق معاهم على كده. ما انا بقول لها ده كان السنه اللي فاتت بيفرقوا ببلاش اللي ياخد. على البس الشبش. يلا يا صغير. اللي عايزين ياخدوك يابا كتكوت يابا. ده الكتكوت بتاعنا ده ب1 مليون جنيه. لا ياما ده الكتكوت ده بتدفع فيه ألوفات عشان يجي. توت. احلى حاجه ايه امي بتقول لكم كان ببيع. كان السنه اللي فاتت بيفرق بالصندوق والاثنين ببلاش يا اسماء. ما انت جبتي اللي ياخد كان اللي ياخد بالجيب. بس انا قلت العلف غالي مش واخد. تعاولت يعني على نفسي. السلام على راسي. انما ما هم عندنا على راسي اهو. دوما قرينا على راسي. احنا قلنا نجيب 10 واسماء 10. واحنا ونصيبنا. يلا
بس والله يا اسماء انا اوعدك لو في فرخه جرى له حاجه لازم نعمل له جنازه حلوه. حرقه. حرقه كده عشان تبقى دي الجنازه الحرقه بجد. كنت 28 جنيه 28 جنيه مش قليلين يعني. يلا ربنا يرزق الناس كلها يا رب، ووسع على الجميع. هتجيبي 10 يا حبيبه ماما كده اهوت على قدك حتى هياكلوا لهم شوكولاته. امبارح انا كنت عند الراجل اللي بنجيب منه العلف، واحده واقفه بتقول لي والله العظيم انا قعدت برمي لهم اكل من الباب. قلت لها ارمي لهم، هم انا اعتبرهم بقى ايه زيهم زي الفراخ البلدي، زي بطه في البيت وخلاص. بس احسن من بتوع واحده صاحبتي بتقول لي انا ما بشتريش، انا بروح ب 2000 جنيه مجمدين اجيب بهم فراخ واروق جتتي. طب بذمكم بقى تجيب ب 2000 جنيه فراخ ولا تشتري وتربيه؟ قولوا له بقى في الكومنتات. قولوا لها ما تكتبوا اللايك يا حبايبي، اللايك الله يبارك لكم يا اولاد ويصلح حالكم. انا عايزه اقول لكم ان انا ورايا لسه رحله طويله على مكان الوقت، لسه رايحه اجيب العيش، احنا بدري اصلا الوقت. هتوكل على الله بقى اروح اجيب العيش وامي هتروح، ونكمل لكم بقى الفيديو اما نروح باذن الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا يا رب، ويرزقكم ويرزقنا جميعا. بطي انا جاهزه وجاهزه يا حاجه. الكتكوتات بتاعتنا اهي. اوبا. طبعا احنا مريان في المكان اهوت بقى وريهم كده. انا قلت يا حبايبي انا حطيت شويه اول مره هنحط في بياتها بصراحه. عشان جو ساعه. لو في الصيف ما بحطش بيات. طبعا انا حطيت برضك شويه جير، انا علبت شويه تبن على شويه جير. الجير اهو تحت اهو عشان برضك تطهير، ولو نقروا فيه يبقى حلو قوي مش وحش يعني. بس دي تبقى من مطهر كده، حاجه تبقى على نظافه كده وعلى ميه بيضاء. شغل على ميه بيضاء طبعا يعني. هو يفضل يعني يكون مش تبن، نشاره. والله بقى الموجود عندهم نشاره كيف، احنا الموجود عندنا دلوقتي كيف. بس النشاره برضه غاليه وما احناش لاقيينها. بس تحط على النشاره على التيب شويه جير وتقلبوهم كده في بعض وتحطوه. طبعا انا عندي العلافات اهي، العلافات دي ما تنفعش اول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم، لسه ما يعرفوش ينقروا فيها وياكلوا فيها. عندك بقى حاجه زي كده واسعه كده تحط لهم ينزلوا في قلبها ينقروا وياكلوا، انما لو في دي يعني 3 4 ايام ما يعرفوش ياكلوا الكيس. فانا بستقبلهم على حاجه تكون دول لسه رضع زي رضع كده يا حبايب قلبي. غوطه كده ويكونوا يعرفوا ياكلوا منه. طبعا انا معايا هنا مستقبلهم 8 ساعات على محلول معالجه الجفاف دوت. عندك كيس جيف، عندك معلقه عسل اسمر، حط معلقه عسل اسمر. عندك ديخل وبركه، عندك سكر، حط معلقه سكر. حبايبي هو ده محلول معالجه الجفاف اهو، ده البرتقال اهو. الكيس ده شوف ده 3 جنيه ولا 2 جنيه. 2 جنيه. في تلتان السقايه كده اهوت، عارف ما انت جايبه في تلتان السقايه انا احطهم كده 8 ساعات، وبعد كده خلاص بقى نحط لهم في دواء مضاد حيوي. هنحط لهم دواء استقبال يعني، ده مضاد حيوي كده 3 ايام بيطهر بطنهم ومضاد حيوي حلو يعني. بس لسه هبعت اجيب، ما اجيبها هوريهولك. طبعا ده مضاد حيوي بتاع محلول معالجه الجفاف دي بستقبله عليه. ما عندكيش دي وعندك سكر حط معلقه سكر، عندك عسل اسمر حط معلقه عسل اسمر اهوت. والطبقه هي انا حطاها، انما العلف هحطه على الوط. السقايه اهيت على طبقه كده، وهنسمي الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط كتاكيتنا الجميله ديت. هي كتاكيت النهارده يعني نقولوا والله انا عارفه قب ولا رز ما قالوش يعني. بس هو ما شاء الله الفرخه حلو. الفرخه 28 جنيه، حطوا تحت 28 جنيه 50 شرط. يا هتعمل جنازه يا جماعه، ربنا ما يجيبش وحش. يعني لو في حاجه مش عارفه يا مبشره انا بالجنازات ليه. يعني الجنازه ما نقول الجنازه حرقه، هي دي بقى الجنازه الحرقه بقى. لا ان شاء الله باذن الله. احنا جبنا 10 اسماء 10 وانا 10 وربنا يبارك فيهم. حطهم بس بالراحه كده. لا ما انا هرزعهم ده انت بترمي 28 جنيه الوقت. هرزعهم كده اهوت علشان ربنا يبارك فيهم، انما ما تحسنش عليهم. طبعا احنا بنتبع الاسباب يا حبايبي. ربنا يرزقنا جميعا يا رب. ربنا يرزقنا جميعا، واللي ما بيربيش ما بياكلش. هقول كده كل مره، هي كده تكلفه وكده تكلفه وكل حاجه غاليه. الكتاكيت غاليه والعلف غالي والفراخ في البتاع غالي. ما شاء الله اللهم بارك. اسمع على البتاع بسيط. ده علف سمسم اهوت، علف سمسم علف ناعم كده. انت اول ما بتحط لهم 3 اسابيع يعني 20 يوم كده
هاتي لهم شكاره تخلصيها وتبداي بقى ايه في الوسط. دول كل يوم كده كان عندنا، بس ان شاء الله باذن الله اروح كده اجيب لهم شكاره على طول يعني. ده بقول على بغالي. اه ما نشوف هنجيبه بكام. كنت بقى حبه ماما كده ايه حبه بحبه كده يعني ايه تاتا تاتا كده برضك العالم وانا متفقين. طالما حبه اهوت هما يتعاملوا مع نفسهم. طبعا هما عايزين لنضه حمرا عشان الجو برضك مبرد، عشان تحضرهم طعمين حلو كده معاكم وما ياخدوش منك برد. عايزين لنضه حمرا، بس انا لسه هجهز السلك واللمبه وانت بس نحطهم كده لان ايه عمالين يصوصوا ومجعانين. هنجهز لهم بقى اللمضه الحمراء ونحطها برضو ايه في البياته دي كده زي ما انتم شايفين اهوت. وباذن الله يعني ان شاء الله باذن الله خير. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم جميعا ويجعل عندنا وعندكم الخير دايما يا رب. ما تنسوش بقى الدعوه الحلوه منكم كده بصراحه الحلوه. ربنا يا رب يرزقنا جميعا. ما تنسوش كده الدعوه اخواتنا الفلسطينيين. هم بقى يا حبايبي هم ياكلوا بقى ويشربوا كده بقى اول يوم كده وثاني يوم مش هياكلوا ويشربوا قوي. بس يعني ايه خلي عينك كده شغوفه للطرق قدامك. اي حاجه الحقها على البلطره على طول. هنحط طبعا توم وليمون وبصل وخل. مضاد حيوي كده بقى في الشتاء اللي احنا فيه دي. بس البصل غالي برضه. احنا قلنا كل حاجه غاليه مش هنحسب لكم. يلا حبايبي ربنا يسعد لكم وما تنسوش الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين. ربنا يا رب احنا ما نملكش لهم الا الدعاء. ربنا يفك اسرهم ويفك كربهم يا رب ويضرب الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم سالمين. ربنا يا رب كده ينصرهم ويعز الاسلام والمسلمين في جميع انحاء العالم يا حبايبي. يا رب. يا رب كل فيديوهاتنا كده بتستفيدوا منها ولما عرضوا اصلا ما تنسوش بقى اللايك بالله عليكم. ما تنسوا اللايك والكومنت العسل اللي بستناه منكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير واسيبكم مع الكتاكيت واقول لكم في رعايه الله مع الف سلامه.